السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. وحبايبي وبناتي واخواتي وكل حبايبي اللي لسه بيشوفوني لأول مرة وما اشتركوش في قناتي، يشتركوا ويفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لهم كل وصفاتي اول باول. وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة برضو جميلة الكل بيحبها، مفيش بيت مصر ما بيحبهاش، هو المحشي. المحشي بقى بكل انواعه طبعا الكل بيحبه، بس احنا النهارده هنعمل مع بعض محشي البتنجان والفلفل بطريقه حلوه قوي وسهله وبسيطه ومفيهاش اي تعقيد. وخليكم معايا بقى ان شاء الله خطوه بخطوه كده. هقول لكم على كل اسرار المحشي بتاعي اللي هتخلي كل اللي ياكل منه ينبهر بيه، ويبقى المحشي بتاعك مميز في كل العيلة. هتعملي محشي مش زي اي حد بيعمله، كل هيحبه. انا عملت جنبه فراخ، بس انت طبعا تقدري تعملي اللي انت عايزاه، تعملي جنبه اي حاجة انت حباها غير الفراخ. ولو حابة تعمليه برضو من غير اي حاجة برضو هيبقى جميل قوي. كفاية طعمه هو لوحده كده، كفاية الكل هيحبه. خليكي معايا للنهاية وان شاء الله تطلعي من الفيديو ده وانت استاذة في المحشي، ومش هتعملي محشي تاني غير بطريقتي بعد ما تجربيه. يلا بينا على بركة الله نقول بسم الله ونبدأ بقى وصفتنا الخطيرة دي. على النار كده جبت صينية، حطيت فيها معلقة زبدة على زيت، اي زبدة عندك او سمنة عادية. بصلتين بقى، نزلت بنص البصل وسبت النص التاني ني على جنب. هقولك على هنعمل ايه بقى في الاخر، ما يجي وقته هقولك هنعمل بيه ايه. هنقلب بقى البصل بتاعنا كده لحد ما ياخد لون زي ما انت شايفة، بس مش هنحرقه يعني، عايزينه بس لون كده اصفر. نقلبه كده لحد ما ياخد اللون الحلو الذهبي كده، مش فاتح قوي ولا غامق قوي. زي ما انت شايفة كده بالطريقة دي. عايزين لونه كده، احط بقى فصين توم انا مقطعاهم صغير كده، نحطهم ننزل عليهم لحد ما تشم ريحة التوم، بس ما تحمريهوش. ننزل بصلصة الطماطم بتاعتنا، قايله لكم دايما ان انا مجهزة صلصة في الفريزر. وبهاراتي بقى ملح فلفل اسمر، 7 بهارات، كمون، لو شطة لو حبة. والتسبيكة ما شاء الله اتسبكت معايا اهي. هاخد برضو في طبق صغير كده 3 4 معالق على جنب، برضو هقولك هعمل بيهم ايه. كل خطوة هقولها لك في ميعادها. غسلت بقى نص كيلو رز كده ونزلت بيه على الصلصة بتاعتنا الحلوة التسبيكة الجميلة دي. ادي اول سر من اسراري اهو، البصل الني. بتحطي البصل الني انت ركناه على جنب، وتنزلي بقى بالخضار شبت وكزبرة بس. دايما اقول لكم ما تحطوش على خلطة المحشي غير شبت وكزبرة بس، ما تحطوش اي حاجة تانية عشان بتغير طعم المحشي. والبصلة النية دي بتخلي لك المحشي في حتة تانية خالص، هيبقى طعمه مختلف عن اي محشي تاني وعن اي حد بيعمله. وهي دي اسراري برضو، البصلة النية والخضار ما يبقاش غير كزبرة وشبت بس. دلوقتي غسلت البتنجان بتاعي اهو الفلفل وصفيته، وهنبدأ نحشي مع بعض. جبت الحلة بتاعتي اهي اللي هحشي فيها، وهنحشي بقى على بركة الله كده. احنا ما بنملاش البتنجان للاخر، بس 3/4 البتنجانة كده، ونسيب الربع فاضي عشان التسوية. اهو زي ما انتم شايفين كده، انا ماشية معاكم خطوة بخطوة برضو عشان تبقي عارفة الخطوات من البداية للنهاية. سهل وبسيط، ما بياخدش اي مجهود. اهو ما بتمليهاش قوي، بتسيبي بتملي 3/4 وتسيب الربع فاضي كده زي ما انت شايفة. انا بقى برص المحشي بتاعي كده زي ما انتم شايفينه، بس انتوا طبعا تقدروا ترصوا الرصة اللي انتوا حابينها واللي انتوا متعودين عليها، لكن لو جربتوا الرصة دي برضو بتبقى حلوة قوي. نحشي برضو كام فلفلاية كده مع بعض. عايزة اقولك ان 2 كيلو بتنجان وحوالي ربع كيلو فلفل بياخد نص كيلو رز. انا عملته نص كيلو رز بالظبط على 2 كيلو بتنجان، والفلفل بتاعي اللي انا عملته ده خلصت اهو. السر بقى التالت بتاعي، اسرار المحشي بتاعت الخطيرة اللي بقولك عليها دي هقولهولك. بعد ما رصيته وخلاص وحشيته تمام اهوت، فاضل التسوية. اجيب بقى الصلصة اللي انا ركناها على جنب دي، كنت راكنه 3 4 معالق تسبيكة كده على جنب، بتنزلي بيهم كده فوق المحشي. برضو بيدوكي طعم جامد وطعم خطير ولون حلو قوي. وانزل بقى بالشوربة بتاعتي عليهم اهي
كده ما شاء الله بقى جاهز على التسوية، ما خدش اي وقت ولا اي مجهود معانا. نروح بقى نسويه على البوتاجاز 5 دقايق على نار عالية، وبعد كده نص ساعة على نار هادية. احنا بنحبه حامي، فانا حطيت قرن الشطة ده، لو انت حابة حطيه برضو يدي طعم حلو قوي. كده خلاص هنروح بقى نسويه على النار، تسيبيه يغلي 5 دقايق على نار عالية زي ما قلتلك، وبعدين نص ساعة على نار هادية، يطلع معاكي بقى بالجمال اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله اهو زي ما انت شايفة كده، حلو قوي. ما اقولكيش بقى على ريحته عاملة ازاي، ريحته جامدة وريحته مالية البيت، حاجة كده. انا خايفة بقى على صوابعكم لا تاكلوها ورا المحشي ده. لما تعمليه خافي على صوابع العيلة بقى كلها. ما شاء الله بصوا التسوية عاملة ازاي، بصوا زبدة ازاي، مستوي جدا. ولا طعمه خطير بدون مبالغة، حاجة كده يعني تفتح النفس من ريحته، مش عايز تاكلي جنبه حاجة. المحشي بتاعنا اهوت بقى بعد ما غرفته في الطبق، بسم الله ما شاء الله جميل، ريحة وطعم وحاجة جامدة قوي. جربيه وبألف هنا وشفا مقدما. ان شاء الله بعد ما تجربي بقى الطريقة دي خلاص هتعتمديها، ومش هتعملي محشي تاني غير بالطريقة دي. وما تنسينيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب وتعليق حلو منك كده، عرفيني فيه بقى عيلتك قالتلك ايه عليه، ولسه صوابعهم موجودة ولا لا، خلصوها كلها ولا لسه. واشوفكم على خير في فيديو جديد. في نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.